أكبر غلطة بتكسر أي فريلانسر بيبتدي في رحلة العمل الحر، وأنا كنت قبليكم: تسعير الخدمة. طب ما تيجي نفكر فيها سوا كده. بتسعر قليل، انت بتبهدل شغل عشان تاخد 10 ولا 20 دولار في الشهر، ولو انت سعرت كتير العميل بيخاف منك وبيهرب. طب ايه الحل؟ في الفيديو ده انا هعلمك ازاي ان انت تعرف تسعر خدماتك كفريلانسر عشان تتجنب هذا المشكلة العائق، مش عاوز اقول خازوق، اللي احنا كلنا تقريبا بنلبس فيه اول ما بتبتدي في رحله العمل الحر. قبل ما نبتدي الفيديو هتلاقي ان المكان مختلف شويه، وان احنا حاليا بنعتمد على نور ربنا في اضاءه هذا الفيديو. الفتره ديت انا بمر بشويه ظروف كده انتقاليه من مكان لمكان، فالدنيا عندي متلخبطه جدا، فانا حابب ان انا اكون موجود معاكم وبعمل لكم محتوى على قد ما اقدر. يا ريت تشجيع في الكومنتس تحت عشان اعرف ان انت يا صديقي الحبيب مستمتع بهذا المحتوى ولا لا، وان احنا ماشيين على الطريق الصح ولا لا. يلا بينا. انا فاكر ان كان اول عميل على ابورك كان طلب مني ان انا اجمع له داتا بتاعت قاعات افراح في شيت على الاكسل، ومن كتر فرحتي بالشغلانه دي انا وافقت بيها من غير حتى ما اقول له هي بكام. بعد 10 ايام فحت وردم في الاخر خالص الراجل خد الشغل وما ردش عليا اصلا بعد كده، ولا خدت تقييم ولا اي حاجه. يبقى كل التعب ده كله كان على 20 دولار. سبت شغلي تقريبا بسبب الشغلانه دي، لان انا كان شغلانتي الاساسيه بشتغل كموظف في شركه، فخدت 5 ايام اجازه من كتر ما انا كنت متحمس جدا ان انا اخلص الشغل ده. الله يسامحه بقى. تعال نشوف بقى 7 أمثلة لشغلانات موجودين والأكثر طلبا على أبورك، هشرح لك فيهم إزاي تعرف تسعر سعر الساعة عشان تبقى فاهم السوق ومحدش يضحك عليك. الجرافيك ديزاين، لو أنت مبتدئ ما تبقاش أرخص واحد، ابدأ بسعر يدوب يغطي مجهودك وما يبقاش في العالي قوي. وأنا كنت شرحت في فيديو قبل كده على أبورك إزاي إن أنت تعرف تشوف سعرك الأساسي بناء على خبرتك مقابل المنافسين، هتلاقيه في الآي اللي فوق دي. ولكن عامة سعر الجرافيك ديزاينر لو أنت لسه مبتدئ ممكن نقول مثلا من 7 دولار ل 15 دولار. طب انت عندك يعني شغل جامد جدا بره منصه ابورك او مستقل او اي منصه تانية، حاول ان انت تظبط سعر اعلى شويه، بس تحط بورتفوليو الناس لما تخش تشوفه مش هيفرق معاهم ابدا انك جديد على المنصه او مش جديد على المنصه. اهم حاجه الشغل يكون تحفه. المونتاج من اهم الشغلانات اللي موجوده حاليا بناء على الانفجار اللي موجود في صناع المحتوى سواء في الوطن العربي او بره. لكن انا عاوز اديك تويست كده هتفرق معاك جدا في حته شغلك كمونتير. لما تخش مع عميل انترفيو اطلب منه ان هو يبعت لك اللينك بتاع القناه. تخش كده هتفتح تشات جي بي تي، تروح واخد لينك القناه، تشوف اكتر فيديوهات كانت جايبه مشاهدات وهتقعد تتفرج على شويه فيديوهات منهم. هتبتدي انك تقول للعميل انا هعمل لك الشغل اللي انت عايزه، بس انا ليا عندك شويه ملاحظات. انت في الفيديو دوت كنت بتتكلم زي الروبوت، محتاجين نظبط ده شويه. الفيديو دوت الاضاءه ما كانتش فيه احسن حاجه، فمحتاجين نظبط ده كمان. فعلا العميل هيلاقي ان هو معين مونتير عنده الشغف ان القناه بتاعته تقوم. طب بكام سعر المونتير حاليا على ابورك او مستقل؟ والله لو احنا بصينا لابورك هو بيتراوح من 10 دولار معاك لحد 25 دولار، ده بالنسبه للناس المبتدئه. طبعا لو قعدت اقول لك كل الاسعار احنا ممكن نوصل لحد 100 دولار في الدقيقه الواحده، ولكن كبدايه خليك فرنج ال 10 دولار 8 دولار، وكله على حسب خبرتك. المساعد الافتراضي وهو اخوكم في الله. الشغلانه دي لو انت اتقنتها اوعدك انك هتعمل بالميت 1000 دولار في الشهر لو انت عندك الخبره وقادر تتعلمها. وانا كنت عامل فيديو كامل بشرح فيه المساعد الافتراضي وكورس مجاني، هتلاقيه في الاي اللي فوق دي. الخدمه فعلا مطلوبه جدا، بيتراوح سعرها لو قلنا مثلا من 7 دولار معاك لحد 25 دولار. ولكن انا لو حكيت لك قصه وانا بشتغل مع عميل، انا كنت بادئ معاه ب 7 دولار وكنت لسه فعلا في الاول بحاول استكشف ايه هو الفي اي او الفيرتشوال اسيستنت او المساعد الافتراضي. اتفقت مع العميل لو عجبه الشغل بتاعي كل 3 اشهر هيزودني 15%، واحنا بفضل الله دلوقتي بقالنا 4 سنين مع بعض. فحاجه زي كده هتفرق معاك مع الوقت، فكل لما انت تزيد مع العميل ثقه تعرف تطلع بالسعر شويه شويه. بس دايما لازم يفرق معاك ان البيزنس بتاع العميل يقوم عشان انت تفضل تقبض فلوس والعميل يفضل مبسوط منك وما يفكرش ابدا انه يلاقي حد تاني. لان لو انت بقيت غالي زياده عن اللزوم هو عارف ان الشخص ده عشان يجيب حد بداله هيتعب قوي انه يعلمه ويحاول ان هو يدربه على الشغل. طب انا افضل شغال مع حسن وحسن عنده كواليتي كويسه وادفع له اللي هو عايزه. ايه المشكله؟ هو كسبان وانت كسبان. اداره السوشيال ميديا من اكتر الشغلانات اللي انا شايف ما ينفعش نقول لها سعر ساعه، ولكن سعر الساعه بتاعها بيتراوح من 10 دولار معاك لحد 100 دولار في الساعه الواحده. لو انت عاوز وجهه نظري انا شايف انك تبيع خدمات باكجز جاهزه للعميل
تكون مثلا ب 80 دولار او ب 50 دولار. والله هعمل لك عدد معين من البانرز على الانستجرام، هعمل لك بوستات على لينكدين، هعمل لك مانج للصفحات بتاعتك، هرد على العملاء في اطار هذا المبلغ اللي انت هتديه للعميل. وبكده يبقى انت حطيت نفسك في الزون الصح في السوق بتاع ابورك او اي منصه تانية. كتابه المحتوى، هتقول لي تشات جي بي تي، هقول لك لا. كتابه المحتوى دلوقتي بقت بتقتصر على حاجتين، في شخص بيعرف يعمل كتابه محتوى وفي شخص بيعرف يعمل كتابه محتوى بالاي اي. العميل ما عندوش وقت انه يخش يكتب محتوى وينزل كل شويه فيديوز، هو عاوز حد زيك بياخد تقريبا من 10 دولار ل 15 دولار في الساعه او ممكن توصل ل 20 محتوى جاهز، يا اما ينزل على الويب سايت بتاعه يا اما ينزل على صفحات السوشيال ميديا او ايميلات بتتبعت للماركتنج بتاعته. فمهم جدا انك تكون كاتب محتوى شاطر قوي وعامل دراسات بتبعتها للعميل وبتشرح فيها انت كتبت المسج دي بناء على ايه، عشان العميل يفهم انت اشتغلت اصلا قبل كده في ايه وايه كان هدفك او السياسه بتاعتك وانت بتقدم شغل الكونتنت ده للعملاء التانيين. فلازم تبقى رسالتك واضحه. اداره المشاريع الصغيره او البروجكت مانجمنت الا وهو مجالي الاساسي بجانب طبعا الفيرتشوال اسيستنت. مدير المشروع لا يقل اهميه عن الفيرتشوال اسيستنت، اما كانش اعلى منه كمان، لان انت اللي بتاسس كل حاجه للعميل. فممكن تبتدي من اول 10 دولار في الساعه او 15 دولار، ولو انت واخد السيرتيفيكت او واخد شهاده ان انت بي ام بي سيرتيفايد ممكن تبتدي ب 15 دولار في الساعه. الشغلانه دي الطلب عليها مهول، ويا سلام بقى كمان لو انت بروجكت مانجر معاه كده حبه اوتوميشن هتبقى تحفه. بص يا معلم، من الاخر كده مفيش عميل في الدنيا هيقول لك لا مش عاوزك، ده انت هتلاقي الناس طالعه تيجي وراك. فمهم جدا انك تبتدي بسعر كويس، مع الوقت تبتدي ان انت تزود سعر الساعه بتاعتك من 15 ل 20 ل 40 وهكذا. تصميم العروض التقديميه، في شركات بتحتاج حزمه من البرزنتيشنز تعرف تقدمها للموظفين بتاعتها، عن طريقها بتعمل تدريب للموظفين، عن طريقها بتبعت ايميلات، حاجه اسمها نيوزلتر. فالخدمات ديت موجوده على ابورك، بتبتدي ب 50 دولار لحزمه الابلكيشنز او حزمه البرزنتيشنز دي. انت ممكن تبتدي من 30 دولار لو انت شاطر جدا في حته البرزنتيشنز، مع الريفيوز الكويسه اللي بتجيلك 5 نجوم ورا 5 نجوم، 35 يبقوا 40 يبقوا 50 يبقوا 80 وهكذا. لاحظت حاجه، انا ما قلتلكش تشتغل ببلاش. في ناس انا اعرفها بتقلل سعرها 90% عن الشغل، وللاسف الشديد هؤلاء الناس بيتعبوا جدا وفي الاخر بييأسوا لان بيجي لهم شويه عملاء اللي هي حابه تسترخص في الشغل، فبالتالي هيبهدلك عشان يديك الفلوس بتاعته. لازم تشتغل بسعر ساعه ذكي، انت حاطط النسبه بتاعتك اللي تخليك تتعايش وتعرف تصرف على نفسك، لكن ما تكسبش قوي وفي نفس الوقت مش حاطط سعر خزعبلي العملاء تطفش منك لما تشوف السعر ده. عاوزك بقى تكتب لي كده في الكومنتس، هل انت شايف ان انت محتاج ترفع سعر ساعتك في بدايتك على منصات العمل الحر، ولا لازم تخسف بيه الارض، ولا يبقى حاجه كده وسط في النص كده؟ اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.